أهلا بكم في قناتنا العالم اليوم. السودان سلة غذاء العالم والكنز المنهوب، يمتد عبر الزمن ليحتفظ في طياته بتاريخ معقد وعميق. من ضفاف النيل الخالد إلى صحراء الشمال القاحلة، يتأرجح السودان بين الجمال الطبيعي والتحديات الاجتماعية. هذه الدولة التي عانت من الحروب والنزاعات لعقود، لم تكن مجرد ساحة للصراعات السياسية، بل كانت أيضا مهدا لثقافات غنية وتقاليد متنوعة. في بداية القرن 21 تصاعدت التوترات، حيث أدت الأزمات الإنسانية مثل تلك التي شهدتها دارفور إلى نزوح ملايين الأشخاص، بينما استمر الصراع في الجنوب. ومع انفصال جنوب السودان في عام 2011، كان يبدو أن السودان قد بدأ فصلا جديدا في تاريخه. لكن هذه الآمال سرعان ما تبددت مع تصاعد النزاعات في مناطق مثل النيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث أصبح الوضع أكثر تعقيدا. اليوم نجد أن السودان يعيش في حالة من عدم الاستقرار، حيث تتداخل القوى الإقليمية والدولية في الصراع، مما يخلق مشهدا مليئا بالتوترات والمعارك من أجل البقاء. فما هي خفايا هذا الصراع المستمر؟ وكيف أثرت التدخلات الخارجية على مصير هذا البلد؟ دعونا نستكشف معا تفاصيل هذه القضية المثيرة والمعقدة. تعتبر الحروب والصراعات في السودان من أبرز التحديات التي واجهتها البلاد منذ استقلالها في عام 1956. على مدار العقود الماضية، شهد السودان سلسلة من النزاعات الدموية التي تأثرت بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. حرب دارفور. بدأت حرب دارفور في عام 2003، عندما أطلق متمردون من إقليم دارفور الذين كانوا يعانون من التهميش والإهمال من الحكومة المركزية في الخرطوم هجمات ضد القوات الحكومية. ردت الحكومة بإعلان حالة الطوارئ وإرسال ميليشيات الجنجويد، مما أدى إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت القتل والاغتصاب والتشريد. أدت هذه الصراعات إلى نزوح ملايين المدنيين وظهور أزمة إنسانية كبرى، حيث اتهمت الحكومة السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. الانفصال. في عام 2011 انفصل جنوب السودان عن الشمال بعد عقود من النزاع. كانت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، والتي استمرت من 1983 إلى 2005 سببا رئيسيا لهذا الانفصال. بالرغم من التوصل إلى اتفاق سلام شامل، إلا أن الوضع في السودان لم يستقر، حيث استمرت النزاعات في مناطق أخرى مثل دارفور وجنوب كردفان. الصراعات الحدودية مع اثيوبيا وتشاد. على الرغم من الانفصال، واجه السودان تحديات جديدة مع جيرانه. فالصراع الحدودي مع اثيوبيا، خاصة حول منطقة الفشقة، شهد تصاعدا في التوترات. تسعى كل من الخرطوم وأديس أبا لتعزيز السيطرة على المناطق الغنية بالموارد الزراعية، مما يزيد من خطر المواجهات المسلحة. كذلك كانت العلاقات مع تشاد متوترة، حيث كانت هنالك توترات تاريخية مرتبطة بدعم بعض الفصائل المتمردة في كل دولة. هذا الصراع يتداخل مع الديناميات الإقليمية، حيث تحاول القوى الخارجية مثل فرنسا والولايات المتحدة التأثير على هذه النزاعات. لمصر تاريخ طويل من العلاقات مع السودان، وتعتبر استقرار السودان أمرا حيويا لأمنها القومي، خاصة بالنظر إلى قضايا مياه النيل. تخشى مصر من أن تؤدي الفوضى في السودان إلى تدفق اللاجئين إلى أراضيها، مما يضع ضغوطا إضافية على مواردها. تشير بعض التقارير إلى أن مصر قد قدمت دعما عسكريا خفيا للجيش السوداني، بما في ذلك التدريب والأسلحة لمحاربة قوات الدعم السريع. الوساطة. تسعى مصر لأن تكون طرفا في أي محادثات سلام مستقبلية بين الأطراف السودانية. إسرائيل. على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية قوية، تظهر التقارير أن إسرائيل مهتمة بدعم بعض الجماعات المعارضة لقوات الدعم السريع في محاولة لتقويض النفوذ الإيراني في المنطقة. التعاون الأمني.
يمكن أن يسعى هذا التعاون إلى تعزيز قدرات الجماعات المحلية لمواجهة التنظيمات المتطرفة، لكن هذا التعاون لا يزال ضمن نطاق ضيق وغير موثق رسميا. روسيا. تعتبر روسيا أحد اللاعبين الرئيسيين في النزاع، حيث يعتقد أنها قدمت الدعم لقوات الدعم السريع من خلال تزويدها بالأسلحة والتدريب. الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تدعم الحكومة الانتقالية في السودان، وتسعى للضغط على الأطراف المتصارعة للعودة إلى طاولة الحوار. تقدم الولايات المتحدة مساعدات إنسانية للمتضررين من النزاع. تركيا. الدعم الإنساني. تركيا تقدم مساعدات إنسانية للمدنيين المتضررين من الحرب، وتسعى لتقديم الدعم في مجالات مثل الإغاثة الطبية. الإمارات العربية المتحدة. دعم قوات الدعم السريع. تشير التقارير إلى أن الإمارات تدعم قوات الدعم السريع، حيث تسعى لتعزيز نفوذها في المنطقة من خلال بناء شراكات مع الجماعات المسلحة. السعودية. تعتبر السعودية لاعباً رئيسياً في دعم الاستقرار في السودان، حيث تتعامل مع الأطراف المختلفة في النزاع. كل من هذه الدول تلعب دوراً معقداً في الصراع السوداني، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والدولية، مما يجعل من الصعب توقع نتائج النزاع. تبقى جهود السلام وإعادة الإعمار هي الأمل الوحيد لإنهاء المعاناة الإنسانية في السودان. الدور الذي جعل ملايين السودانيين بين قتيل وجريح ونازح. فقوات الدعم السريع استباحت السودان وقتلت واغتصبت آلاف النساء، ولكن الجيش السوداني الآن يستعيد الأراضي ويقتل هذه العصابة المجرمة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.